انا باش قالوا السكته القلبيه ما عرفناش. دايرين حنا الثقه ديالنا في الامن بان يدير التحريات ديالو. يعني كاين واحد اللغز كبير كيحوم حول هذه القضيه. فريد أبو الخال مواطن عربي الأصل ديالو من الخليج، ساكن ومستقر في المغرب، حيث الأب ديالو الحاج بلال أبو الخال حتى هو كان مستقر في المغرب وكان لابس عليه الأغنياء ديال البلاد. كان كيبغي المغرب أكثر من المغاربة وما كيرضاش اللي يقول عليه أنت ماشي مغربي، وعاون البلاد في الفترة ديال الاستعمار وكان كيخرج مع الثوار كأنه مواطن مغربي وضحى بماله وحياته في سبيل المغرب. هادشي اللي غيخلي الاسم ديال هاد العائلة يتحترم في هاد البلاد السعيدة. داكشي علاش بقى الاسم ديالهم محترم من طرف جميع الناس اللي كيعرفوهم. هذا الحاج بلال ابو الخال مني مات خلى ثروه كبيره لولده فريد اللي حتى هو عايش في المغرب وكيعتبر راسو مغربي، واللي هو غيكون محور قصتنا اليوم. الحاج فاش مات خلى بزاف ديال الاراضي والمشاريع والصفقات التجاريه الكبيره والاملاك الكثيره، ولكن اهم حاجه في هذه الاملاك كانت هي واحد الفيرما في النواحي ديال قنيطره، فيرما كبيره واللي كتدخل ليه اكبر قدر ديال الفلوس في جميع المشاريع اللي عنده، يعني معتمد عليها بشكل كبير وهي اللي عاطيها اهميه كبيره وكيدوز فيها اغلب وقته. وكانت عنده واحد الدار بجنب البحر كيمشي ليها في الاخر ديال السيمانه باش يمارس الهوايه المفضله ديالو واللي هي الصيد. ولكن اللي ما كانوش عارفين عليه بزاف ديال الناس هو ان هذيك الدار كانت ساكنه فيها واحد السيده فرنسيه سميتها كلودين ومعها جوج وليدات ولد وبنت، والجيران كلهم كان كيحسب لهم بان فريد هو راجل كلودين وان هذوك الاولاد هما ولادهم بجوج. ولكن في الواقع هاد السيده كانت غير صاحبته وعاطيها الدار ساكنه فيها هي ولادها وكيجي عندهم في الاخر ديال السيمانه. هادشي اللي خلى الجيران يقولوا باللي راه راجلها وخدام خارج قنيطره، داكشي علاش كيبان غير في الويكاند، ولكن في الحقيقه هو كان كيدوز اغلب وقته في الفيرما اللي بعيده شويه على دارو اللي فيها صاحبته. زائد ان علاقتهم كانت طويله بزاف ودوزوا سنوات مع بعضياتهم لدرجه ان البنت شدات الباك ومشات لفرنسا البلد الاصلي ديالها باش تكمل قرايتها، والولد حتى هو كمل قرايته هنا في المغرب ولكن ما خدمش حيت فريد كان مفشو ومهلي فيه بزاف فما كاين لاش يخدم ويضرب تماره. هادشي كامل ما خلاش الجيران يشكوا ولو غرام ديال الشك في العلاقه ديال كلودين وفريد، واش علاقه زواج ولا غير مصاحبين، حيت كيبانوا عائله وحده والطريقه باش مهلي في الولاد ما يمكن يديرها الا الاب. بقاو عايشين على هذا النمط حتى لواحد النهار كلودين مشات لمركز الدرك الملكي وقالت لهم باللي راجلها قبل يومين هبط للبحر باش يصيد ولكن ما بقاش ترجع، ومشات قلبات عليه في كاع البلايص اللي موالف كيصيد فيهم ولقات الطوموبيل ديالو مبلاصيه في واحد الخنت بعيد على الدار بكيلومتر تقريبا. والغريب في الامر انها لقات كاع المعدات ديال الصيد في الطوموبيل ديالو، هادشي اللي خلاها تخلع عليه. قالوا ليها البوليس واش موالف كيغيب هاد المده كامله فاش كيمشي يصيد؟ قالت لهم لا، كيمشي في الصباح وكيرجع في العشيه، عمره ما بقى يومين في الصيد وما يمكنش يخلي الطوموبيل وادوات الصيد في شي قنت. مشاو رجال الدرك الملكي للبلاصه ولقاو الطوموبيل باقه في بلاصتها جنب البحر، ولقاو شي صياده مجموعين عليها حيت بزاف ديال الصياده كانوا كيعرفوه وفايت كان كيصيد معاهم. من بعد قالوا ربما كان كيصيد وطاح من فوق داك الصخر، حيت البلاصه اللي لقاو فيها الطوموبيل مبلاصيه كتبين على انه كان كيصيد في واحد المون اللي خطير شويه وشحال من واحد ديجا طاح منه. جابوا الغواصين اللي مكلفين بمهمه الغطس وبقاو كيقلبوا عليه تحت الماء وفعلا غلقوه غارق في ديك البلاصه. داو الجثه المستودع البلدي للاموات وكانت بدات كتحلل شويه بسبب انها بقات يومين في الماء والحوت حتى هو بدا كياكل منها. الطبيب الشرعي خبر الدرك الملكي على ان هذا السيد السبب الوحيد في الموت ديالو هو الغرق، اي انه مات غارق. من بعد الدرك الملكي فتشوا الطوموبيل مزيان وما لقاو حتى شي حاجه اللي في شكل او شي حاجه اللي كتثير الشك اللي كتبين على ان كاينه شي جريمه ورجعوها لكلودين. في هاد الوقيته كانت كلودين حزينه بزاف على الموت تاع فريد وكانت لابسه الكحل على الطريقه المسيحيه، والجيران ديالها كلهم كيشوفوا فيها تدمرات بزاف بالغياب ديالو حيت مدوز معاها 20 عام. وكيل الملك ديال مدينه قنيطره مني وصلوا التقرير ديال الموت تاع فريد بان ليه داكشي مزروب بزاف والتحقيقات ما كانش كيف ما خاصها تكون، حيت وكيل الملك كيكون فيه كلشي، وكيل ومحقق وطبيب وجميع التخصصات تقريبا كتكون فيه. وبحكم التجربه الكبيره اللي كانت عند هذا الوكيل طلب منهم يعاودوا يديروا تشريح للجثه ويكون تشريح مدقق ويعاودوا يفتشوا الطوموبيل مزيان. الطبيب عاود دار
تصريح مدقق هاد المره، وكانت المفاجاه كبيره. لقى باللي فريد ما ماتش غارق في البحر، بل مات قبل ما يغرق، وراسو فيه شي ضرابي بشي حاجه قاصحه، ربما تقدر تكون عصا ديال الخشب ولا شي حديده. ومني مات وشبع موت عاد هزوه ولاحوه في الماء باش يبان على انه مات غارق. هنا القضيه غتبدا تاخذ منحى اخر. ففي الاول كانت مجرد حادثه، واحد طاح من الصخر ومات غارق، يعني مجرد حادث عادي والبوليس ما عندهم ما يديروا فيه. ولكن دابا ولات جريمه قتل، يعني غيعاودوا كاع هذوك التحقيقات من جديد، وهاد المره غتكون تحقيقات معمقه ومدققه. رجعوا عند كلودين وبداو كيحقوا معاها من جديد، ولكن نفس الهضره اللي قالت في الاول كتعاود تقولها ليهم. ومع الحزن اللي كانت فيه ما بقاتش باغا تهضر مع البوليس، وكتقول لهم داكشي اللي عندي راني قلتو لكم، حيت برزطوها وبقاو كل مره كيجيو عندها ولكن بدون نتيجه. من بعد رجعوا حقوا مع كاع الصيادة اللي كيكونوا في نفس البلاصه اللي كيصيد فيها فريد، ولكن والو، كلهم كيقولوا باللي ما شافوهش. وكيل الملك طلع ليه الدم وبان ليه التحقيق خدا واحد الوقت طويل وما كاينه حتى شي نتيجه. وكل ما طوال الوقت لغز هاد الجريمه كيبدا يصعب، وخصوصا ان الضحيه هو ولد بلال ابو الخال، شخصيه معروفه بالنضال ديالها ضد المستعمر الفرنسي. داكشي علاش وكيل الملك غيزرب البحث في القضيه وغيعطيها جميع الامكانيات باش تحل. الخطه كانت وهي انهم يشكلوا فريق ديال الشرطه العلميه وفريق ديال لي ميكانيسيان باش يفتشوا الطوموبيل ويجبدوا منها اي دليل واخا يعرفوا يفكوها كامله. فعلا داكشي اللي كان، مشاو لعند كلودين وجابوا من عندها الطوموبيل ديال راجلها. مني دخلوها لعندهم بداو لي ميكانيسيان كيقلبوا فيها وفلاوها كامله، وكان واحد البحث دقيق بزاف، ولكن للاسف ما لقاو والو. وهنا غيضطروا باش يبداو يفكوا في الطوموبيل بياسه بياسه. بداو بالكوسانات القداميين هما الاولين، حيدوهم وحتى هما ما لقاو فيهم والو، ودازوا الكوسانات ديال اللور حيدوهم. وهنا كانت المفاجاه، وكان داكشي اللي كيقلبوا عليه، واللي هو عباره عن نقطه صغيره ديال الدم حيدوها واحتفظوا بها كدليل. ومني بداو كيحيدوا في الغطاء ديال البلاستيك اللي كيكون تحت الكراسه لقاو بزاف ديال ليطاش ديال الدم، ولكن هاد المره كانوا كتار وكبار. هزوهم حتى هما ورسلوهم للمختبر، ومني جات النتيجه غيتاكدوا بلي هذاك الدم هو الدم ديال الضحيه فريد. دابا ولا عندهم دليل ملموس باللي الضحيه تقتل، والمشتبه فيه الاول في القضيه هو الزوجه كلودين اللي كانت كترفض تهضر معاهم. دابا ما بقاش عندها الحق بانها دير هذوك التصرفات مع البوليس، حيت كاين الدليل الملموس وفي الطوموبيل اللي كانوا كيستعملوها بجوجهم، وكانت تقريبا مشتركه بيناتهم. من بعد غيحقوا حتى مع الولد اللي قلنا في الاول غير جالس لخدمه لردمه. اما البنت فهي مستبعده من التحقيق بحكم انها كتقرا في فرنسا وما كانتش وقت الحادثه. من يبداو يحقوا مع الولد كيبان لهم باللي الاجوبه ديالو في شكل بحال عارف الاسئله اللي غيطرحوا عليه وحافظ الاجوبه ديالهم وكيجاوب بدقه وبسرعه كبيره. كيسولوه المحققين فين كنتي نهار الواقعه من 9 حتى 12، كيجاوب بالزربه وبلا ما يفكر حتى دقيقه. اشنو كليتي في الغداء والعشاء؟ عاوتاني كيجاوب بالزربه. فين ما كيسولوه على اي حاجه ولو غير بسيطه كيجاوب وكانه حافظ داكشي عن ظهر قلب. هنا المحققين غيبدا يدخلهم الشك، فما يمكنش شي واحد يكون عاقل على جميع التفاصيل بهذه الدقه كامله. الانسان العادي راه كدوز غير يومين ولا 3 ايام ما كيبقاش عاقل شنو كلا في الفطور والغداء والعشاء، ومعاش خرج من الدار ومعاش دخل. والمشكله نفس القضيه طاحوا فيها مع عمو، حتى هي عاقل على ابسط الحوايج اللي دارت اللي ما يمكنش يعقل عليهم شي انسان عايش حياته بطريقه عاديه وطبيعيه. المحققين تاكدوا باللي هاد الجوج فكرشهم العجينه ومخبين شي حاجه وما باغينش يعترفوا بها. المحقق خدم الذكاء ديالو وهو يدير واحد الخطه واعره لكلودين. قال لها ما بغيتيش تعترفي، حنا غنرسلوا لبنتك اللي في فرنسا وغنجيبوها ونحققوا معاها في الصغيره والكبيره. هنا كلودين تقاست في نقطه الضعف ديالها واللي هي بنتها وبدات كتبكي وانهارت. المحقق قال لها غير بشويه عليك وعاودي لينا كل شيء، ولا تساعدتي معنا غنساعدوا معك في تخفيف الحكم. قالت باللي هذه مده قصيره باش عرفات صاحبها فريد عنده علاقه مع شي وحده اخرى. المحقق غيقول لها راه عادي كاع الرجال كيديروا علاقات مع وحدين اخرين، وزيدون نتوما ما مزوجينش وانت ماشي مرتو. هنا قالت للعميد انا ما عنديش مشكله يدير علاقه مع واحده اخرى، كون حصلته مع شي بنت اخرى كنت غنخليه ونتفارق معاه في مره. العميد ما فهم والو في هضرتها. ياك دابا عاد قلتي حصلتيه مع شي بنت، شويه كتقولي قتلتيه حيت حصلتيه مع واحده اخرى، اش التخربيق ديالك؟ قالت ليه البنت اللي حصلته معاها ماشي شي بنت غريبه عليا، البنت اللي مصاحب معاها مورا ظهري هي بنتي اللي في فرنسا. العميد تشوكا وما فهم حتى لعبه في هادشي،
وهي تكمل ليه الطريق كيفاش قتلاته. واحد النهار من اكتشفت العلاقه اللي بين فريد وبنتها قالتها لولدها، وحتى هو بقى فيه الحال بزاف وبقات كتعمر فيه عليه وحرشاته باش يقتلو. وداكشي اللي كان من قتلو داروه في واحد الميكا كبيره وهزوه في الطوموبيل وداوه لاحو في البحر ورجعوا للدار غسلوا الطوموبيل مزيان من داك الدم اللي كان فيها، وهزات هذوك المعدات ديال الصيد تاعو، دارت كلشي في الطوموبيل وكسيرات حتى البلاصه اللي كيصيد فيها وخلاتها ورجعت بحالها للدار باش هكا يبان المحققين على انه مشى فعلا يصيد ووقعت ليه شي حاجه. هاد الاعترافات كامله ما كانتش كافيه للمحققين وسولوها على اداه الجريمه حيت خاصهم ضروري يعرفوها ويلقاوها. بكل عفويه قالت لهم باللي ولدها ضربوا بمطرقه للراس، ومني مشاو مع ولدها وجبد لهم المطرقه فعلا كان فيها الدم ديال فريد اللي عرفوه طبعا بواسطه التحاليل المخبريه. ولكن اللي كان مأساوي وخايب شويه هو ان المطرقه كانت عامره بالشعر ديال فريد، يعني ولدها ضربوا بواحد القوه كبيره لدرجه ان الزغب لصق في المطرقه، وهذا الشيء اللي كيبين درجه الحقد اللي كان حاقد عليه بالرغم من انه كان كيعتبره بواه. هنا اكيد نتوما كمشاهدين غيجي لكم في بالكم واحد السؤال، كيفاش كلودين عرفت بان بنتها عندها علاقه مع فريد وحنا قلنا في الاول بنتها كتقرا في فرنسا، يعني قليل فين كتجي المغرب، فكيفاش غتكون هاد العلاقه بيناتهم؟ واش بصح فعلا نيت كاينه شي علاقه رغم السن الكبير، حيت البنت يلاه عندها 20 عام وفريد راه واصل ل 60 عام، يعني بيناتهم اكثر من 40 سنه. المحقق من عمق معها البحث قالت ليه باللي هي متاكده من هاد العلاقه وعندها الدليل في الظهر. قال لها العميد واش حصلتيهم ولا شنو هو هذا الدليل ديالك؟ قالت ليه لا، ولكن واحد النهار الفاكتور غيجيب واحد الرساله للدار وما كانش فريد، وشداتها وبغات تخبيها حتى يجي وتعطيها ليه، ولكن من قرات في الظهر ديال لونفولوب كتلقى على انها جايه من فرنسا وما فيهاش السميه ديال هذاك اللي راسلها. هنا جاها الفضول حيت عارفه باللي فريد ما عنده علاقه مع حتى شي واحد كيسكن فرنسا. فتحات هذاك لونفولوب وبدات كتقرا وهي تكتشف داك الكلام الزوين والرومانسي اللي راسله بنتها العاشق ديالها واللي من المفترض يكون بحال الاب ديالها. تخيلوا معايا ردة الفعل والحقد اللي غتحقد على فريد اللي مدوز معاها اكثر من 20 عام ديال العشره وكبرات ولادها معاه وكتعتبره بحال راجلها، وفي الاخر خانها مع بنتها. وكنتخيل ردة فعل ولدها مني غتقول ليه فريد اللي هو بمثابه باك مصاحب مع اختك واللي هي بمثابه بنته. قالت ليه شدات هذيك الرساله خباتها وما قالت والو حتى جاو بزاف ديال الرسائل الاخرى من طرف بنتها، وتاكدت 100% باللي بنتها وفريد على علاقه مع بعضهم. الاخر في هذوك الرسائل كانت رساله مدمره بالنسبه لكلودين وقاتله بالنسبه لفريد. قرات فيها باللي بنتها كطلب من فريد باش يجي بالزربه لفرنسا ويعيش معاها ويتخلى على كلودين، وكان فعلا هذيك الايام مشغول بزاف وديما كيجري وهز معاه الاوراق وغادي جاي المقاطعه والقنصليه. داكشي علاش زربات عليه وقتلاته قبل ما يغدرها ويمشي مع بنتها وتصدق خاسر العشيق ديالها وبنتها بجوج. لذلك فهي اختارت تخسر العشيق ديالها وتحتفظ ببنتها، داكشي علاش دارت هذاك الشيء كامل. المحقق طلب منها انها توريهم الرسائل اللي كانوا كيجيو من فرنسا حيت كيتعتبروا هما دوافع الجريمه. داتهم كلودين لواحد البنكه وجبداتهم لهم من الخزانه البنكيه ديالها وتاكدوا من الاعترافات ديالها باللي كامله كانت صحيحه. كلودين في الحقيقه فانا كنعتبرها كانت ضحيه الخيانه وضحيه الغدر من اقرب الاشخاص ليها. انا ما كنقولش باللي راجلها يستحق القتل وما كندافعش ابدا على اي واحد كيقتل، ولكن كنهضر على الغدر اللي خلى الحب ديالها ليه واللي كان حب كبير المده ديالو 20 سنه يتحول من واحد الحب كبير لحقد اكبر منه. لان الطعنه فاش كتجي من عند واحد الشخص كنكونوا تايقين فيه وكنبغيوه، ماشي بحال فاش كتجي من عند شي واحد عارفينه غدار وما كنتيقوش فيه اصلا. كلودين اللي تعرضت للغدر من طرف اعز الناس عندها اللي هما العشيق ديالها وبنتها، وبغات تنقذ الموقف وتحتفظ بالبنت ديالها وفي نفس الوقت تنتقم من عشيقها، ولكن الحمد لله الخطه ما كملاتش وتكتشف الامر ديالها بواسطه الذكاء ديال وكيل الملك اللي من نقرا الملف ديال الموت تاع فريد بانت ليه بان الاحداث غير متناسقه وشم الريحه ديال شي حاجه. كلودين المراه اللي بسبب التسرع ديالها خسرت حياتها وبنتها وولدها والعشيق ديالها. كلودين اللي دمرت العائله ديالها في الوقت اللي كون خدمت عقلها كانت عندها بزاف ديال الحلول ممكن انها ديرها، ولكن بطبيعه الحال الانسان كيحس بالغدر والشمته فداك الشيء علاش كيتصرف وكيدير شي حوايج اللي لا تحمد عقباها. حتى لهنا كنكونوا كملنا القصه ديال اليوم، وهنا بغيتكم تكتبوا
لي الراي ديالكم في هذه القصه، وتقولوا لي شكون اللي منه الغلط، واش فريد ولا العشيقه ديالو ولا بنته ولا ولده اللي قتلو. بغيت الراي ديالكم يكون صريح وما يكونش مبني على العاطفه، يكون مبني على العقل طبعا. وحتى لهنا كنكونوا كملنا القصه ديال اليوم، واللي عجباتو يخلي واحد لايك واشتراك في القناه. وكان معكم غير دام، ونشوفكم في قصه جديده من قصصنا المشوقه.